السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم يا الغاليات في فيديو جديد، روتين جديد وتدبيرة جديدة. طبعا حد موفق الجميع. وحدة تفوت البكالوريا ولا عندها بنتها ولا ولدها يفوت البكالوريا، على بالي بلي هما يفوتوا في الأقسام وحنايا بلوست خاص في المنزل، يعني حتى لو طون اللي يكملوا. حد موفق للجميع، إن شاء الله ربي ينجحهم. المهم هو النجاح صعيب على اللي قرا وعلى اللي ما قراش، يعني كي تخرج الريزلطه هذيك صعيبه كامل علينا حنا في البيوت وما عندناش اللي يفوتوا، وتصيبي لو ستريس قابضنا، يعني اون ديغي حنا اللي رانا نفوتوا. والله صدقوني انا تالمون اللي شغل عندي لو ستريس من هذاك البكالوريا، كل ما يلحق لو طون تاع البكالوريا نم روحي انا اللي نفوت في الباك، يا نفوت مانيش حافظه، يا نفوت الكار فاتتني. المنامات هذو المهم دائما في فتره البكالوريا هذو لازم المنامات يجوني. المهم البنات ان شاء الله ربي كامل ينجحهم، كاملين وليداتنا ووليدات المسلمين ان شاء الله كامل ربي ينجحهم. البنات اليوم جبت لكم واحد الطريقه رائعه، ما تزيدش وحده تقول لي الماشينه تاعي هذوك القفاري تاعها راهم يتشوشوا، باسكو قلت لكم باللي غير يقيسها الماء ولا لاميديتي ولا القفاري هذوك يحكمهم الجنون، يولوا شغل كامل يتخربطوا ويديروا اصوات غريبه وهي كي تدخلهم لاميديتي. ونوصيكم دائما بلي هاد لا زون هذه راكم تشوفوا فيها هنا كاينه لا كارت ماغ نتاع الماشينه، الو اتونسيون يقيسها الماء. المهم البنات هاد الطريقه رائعه، صدقوني باللي شوفوا قطره تاع ما توجيها ايا كانت نوع الماشينه اللي عندك، حتى لا في تقدري ديري لها هذه الطريقه، يعني باش نحميو هذاك الديجيتال، يعني باش نحميوهم من الماء يفسد كل شيء. وشوفوا البنات كي ديروا هذه الطريقه، يعني تحكموا بابي سيلوفان تابليكيوه في كامل، طبقوه على كامل هذه المنطقه اللي ممكن يقيس لنا الماء فيها، وين كاين ديجيتال كامل كما راكم تشوفوا. ومن بعد تقصوا يعني الجوانب هذوك، وشوفوا كيما راكم تشوفوا يعني كراني نابوي تخدم عادي، ماشي يعني كي ديروا نيلو ما يولوش يخدموا ديجيتال، عادي يولي يخدم نورمال. والماء كامل ما يقيسهاش، دير حنبه بكم شارينهم بالغلا والكوا والنار، ومن بعد نخسروهم قطره تاع ماء يخسرونا، لا هكا قطره ما تقيسهمش، وتقعدي يعني مهنيه محافظه على الغساله تاعك، ميم كي يكونوا يديك مشمخين تقدري تخدمي فيها عادي. انا بعدك كان عندي هذا المشكل، نهار اللي يدي يتشمخون من ابويا على البوطونات تقعد تلاشي، يقعد يطفى ويشعل الضو فيها. المهم العجب المعجب تشوفيه فيها. ايبا دائما تصيبني نمسح في يديا باش نتوشيها، بصح كي درت هذه الطريقه تهنيت، يعني ما توليش كامل تخمي للماء انه يقيسها، ولا ميم هكا كاش قطره جايزه ولا ما تخميش كامل، باسكو هذا السيلوفان راح يحميها تماما. شوفوا البنات في القجر دخلته غير هكذا وهنايا وين كاين هذا الخط كما راكم تشوفوا، غير بالموس برك فت عليه كامل وزدت لصقته غايه الغايه بالكتانه هذه، هكا مسحته مليح حتى لصق هذاك النيلون تاعي ولا البابي سيلوفان تاعي هذايا لصق كامل ميم من الفوق البنات. يقد يدخلها الماء، يبقى ديروا في كامل الجوانب سورتو من الفوق وفي هذه الواجهه، ديروا كامل البابي سيلوفان تاعنا وكسليه مليح، كسليه غايه الغايه هكا باش قطره ما تقيسهاش. تفهمنا؟ شوفوا البنات كيفاش راني نجبد فيه، ما خلوش هكذا مكمش ومكرفص، يعني سيو تحاولوا هكا تساويوه مليح. ولازم يكون فوق هذا اللي جاي في الواجهه، باش هكا الماء ما ديروش يعني واحد لاصق في واحد، لا الماء قد يفوت، لا ديروا الاول هذا تاع الواجهه ورجعوه للفوق، ومن بعد الاخر ديروه فوقه هكذا باش ما يقيسهاش كامل الماء. وزيد دارت لها الكوفر نتاعها يا اختي كما يقول لك اللي يخاف سلم، هذه هي باش هكا ما يقيسهاش كامل الماء. فهمنا البنات؟ هذه هي طريقه البنات، سواء قلت لكم الغساله هذه تاع الحوايج ولا الغساله تاع الاواني، المهم كامل هذو مصالح اللي فيهم ديجيتال تخافي انك يعني يخسروا لك من الماء ولا تطبقي عليهم بهذه الطريقه. ديجا هما كي يجوا جدد يجي فيهم هذاك النيلون تاعهم كيما هكا. هاي وما زلنا مع التدابير طبعا متواصلين. اليوم راح نشارك معكم واحد التدبيره رائعه البنات، وباش بالملح تاني. راح تقولوا لي الملح واش حكايته؟ نقول لكم باللي الملح بزاف تدابير نقضوهم غير بالملح، وفي المنزل ما كاش بيت ما فيهش الملح، الور بزاف تدابير تاني راح نستخدموهم بالملح. برك تبعوا معايا الفيديو اللي ما دارت لي جام نقولها ديري لي جام، تعليقاتكم ارائكم انتقاداتكم طبعا، وبارطاجيو لي الفيديو هكذا باش تعم الفائده. صح شوفوا هنا البنات عندي هادو لي دي كانابي، فرغتهم كامل مسحتهم نحيت كامل واش كاين فيهم، وعاود رجعت خملتهم. واش درت فيهم؟ درت فيهم لي فاليز الخاويين اللي عندي، الكرطب تاع ولادي كما كملوا قرايه، دايره فيه البارك تاع وليدي ها ولا طبقته وخبيته. المهم الحاجه اللي ما تستخدميهاش وتحسيها ثقيله فريمون ديريها تماك. صح هذاك حطيته بجهه، والاخرين درت فيهم لي فيست الكبار اللي فريمون يشدوا لي بلاصه في الخزانه تاع المشتى فقط، درتهم كامل تماك وستفتهم.
ولكن المشكل اللي يواجهني ويواجهكم على بالي هو الريحه. راح تقولوا لي بصح من بعد كي تجبديهم راح تبقى فيهم الريحه تاع تخبيه هذيك. ايوا اليوم جبت لكم واحد الطريقه رائعه البنات باش نتهناو من هذيك الريحه، ريحه الغموليه، الريحه نتاع التخبيه هذيك كما تخبي صوالح الفراش. المهم تصلح بزاف صوالح. شوفي هاد التدبيره البنات نصلحوا نحطوها في الخزانه داخل في لي كانابي، نحطوها في لي بلاكار، في لي بورت شوسير. المهم متعدده الاستعمال. ومن بعد نقول لكم واش ديروا فيها. واش نحتاجوا في المقادير؟ نحتاجوا طرف تاع قماش كيما هكذا. واش نديروا فيه؟ نديروا فيه كميه من الملح، ونزيدوا تاني صابون نتاع الريحه، اي صابون تاع الريحه عندك غابيه وديريه غابيه في الخشينه وديريه مع الملح. زيدي مغرف نتاع بيكربونات ولا مغرف نتاع لافاني، ما عندكش بيكربونات ديري لافاني. نخلطوهم كامل مع بعض ونزيدوا لهم قطرات فقط، قطرات فقط ما نكثروش، قطرات فقط من معطر الملابس. ما عندكش معطر الملابس ما ديريش. انا هنا درت قطرات فقط باش يطلق لي الريحه سيتو. هكا البنات ما عندكمش معطر الملابس ما ديروش، باسكو في الرزمه زوجه ماشي راح ندير معطر الملابس، راح نديرها هكذاك. عود معكم المكونات. درنا كميه من الملح، درنا صابون نتاع الريحه، درنا كذلك لافاني كميه من البيكربونات، مغرف نتاع بيكربونات ولا مغرف نتاع لافاني. ما عندكمش لادوسيسون تقدروا تستغناو عليه. ما عندكمش معطر الملابس تقدروا تستغناو على معطر الملابس. اما هذا يبقى مجرد ديكور. تحبي ديري كيما انايا هكا رزمه ويعني ديكوريها بهذا القماش. ما عندكش القماش هذا يعني ما تكلفيش نفسك. حنايا التدابير تاعنا لازم يكونوا ماشي مكلفين، سينو ما نسموهمش تدابير. تفاهمنا؟ قدري هذه الرزمه تعوضيها بباطه، تكون هكذا باطه تاع بلاستيك صغيره تثق بها من الفوق. ديري المكونات هذو اللي قلت لك عليهم كامل مع بعض وتثق بها من الفوق وتحطيها في الكوانات. يعني وينك حابه تزيلي الريحه اللي ماشي مليحه تحطي هذيك لابواط لداخل في الخزانه ولا في كما قلت لكم. يعني الاستخدامات تاعو تقدري ديريه في الخزانه، تقدري ديريه في البلاكار، تقدري ديريه في بورت شوسور، تقدري ديريه في لي كانابي كوفري، تقدري ديريه في البنك تاعك يكون كوفري كذلك. المهم وين يكون عندك ريحه تاع لاميديتي تقدري ديريه. يعني كي حابه تزيلي الريحه ماشي شابه تقدري ديريهم في لي بواط هذوما وديريه تحت البوطاجي كذلك. شوفوا الملح يطرد الحشرات، يمنع الرطوبه، ماشي يمنع الرطوبه هو يمتص الرطوبه. كذلك قلت لكم يطرد الحشرات. وحنا المكونات اللي زدناهم كخلطه اضافيه هما الصابون اللي راح يعطر كذلك نون سالمون يمتص الرطوبه، راح يعطر لنا المكان. يتم هذوما تقدري ديري حتى في الخزانه نتاعك لداخل، راح يطلق لك ريحه شابه. والحاجه شابه انا اللي كنت نديرها يعني كنت زعما مين يفوت هكا بزاف وقت، تفوت شهر ولا شهرين شغل الريحه هذيك تولي تنقص. واش كنت ندير؟ كنت البارفان بريفيري تاعي نروح نرشها في هذاك الملح. صدقوني شوفوا بارفان ماشي ديودورون، لازم تكون بارفان. رشي هذاك الملح بالبارفان بريفيري تاعك وخليهم لداخل في الخزانه تاعك، راح يشدوا الريحه سوبر بيان. صدقوني بلي هاد التدابير يعني ماشي اي وحده تقدر تقولهم لكم. المهم البنات كيما راكم تشوفوا هنايا، انا هنايا حطيتهم فوق الحوايج هكذا باسكو راني شاده الكنابي ثقيل. نتوما ما تحطوهمش فوق الحوايج باسكو الصابون وكامل لو كان يطيح لكم الحوايج يصفرهم لكم. حطوهم في الكوانات، يعني في الكوان نتاع الحوايج، ما تحطوهمش فوق الملابس. هنا يا الغاليات وصلت معكم لنهايه الفيديو. ان شاء الله تكونوا استفدتوا وتكونوا استمتعتوا. ونقول لكم الا كان عجبكم الفيديو وعجبكم التدابير تاع النهار اليوم ما تنسونيش بلي جيم، تعليقاتكم، اراءكم وانتقاداتكم وتبارطاج.